السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم صاحبة سنتر بكار مول. وانا المرة دي جاية اسأل العملاء بتوعي ليه لما بتجيبي علبة شامبو وعلبة بلسم وليكن 100 ملي كل واحدة، ليه عندك البلسم هو اللي بيخلص الاول؟ ليه البنات بتقولي انا ممكن علبة شامبو واحدة اخد عليها علبتين بلسم او 3؟ كده غلط خالص، كده هما مش فاهمين الموضوع ابدا. انا عندي العكس. بمعنى ايه؟ انا بجيب عبوتين شامبو على عبوة البلسم، ولما نيجي نشوف كمواصفات عالمية دايما نلاقي علب الشامبو كبيرة وعلب البلسم هي الصغيرة، ده بمواصفات عالمية. لان الشامبو هو المفروض عندي باخده بكمية كبيرة عشان انضف الفروة كويس. اما البلسم باخده يدوب حاجة كده قد كده الليمونة، عارفين كده الليمونة، وبلمس على اطراف الشعر كله للنص، ما باجيش خالص ناحيه الفروه. ان جه ما فيهاش مشكله يعني، بس انا اقصد وحتى لو جه البلسم بيتغسل دقيقتين 3 بالكتير بيكون مغسول، فما بيحصلش اي تضرر للفروه لو فضل الدقيقتين 3 دول. بس انا بتكلم كطريقه توزيع، هي دي الطريقه الصح. والشامبو هو اللي بيستهلك والله قبل البلسم. كل البنات اللي بتستهلك البلسم اكتر من الشامبو لو هم نفس الكمية خطأ خطأ خطأ. راجعي نفسك وراجعي طريقتك. واحنا كده البنات ما بتستريحش الا لما تحط كميات كبيرة من حمام الكريم وتتصور ان ده هيزيد في نعومته وجماله وتشريبه للمادة البلسم فيطرى. كل ده خطأ خطأ خطأ. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص هرد عليكي فورا.